السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله جاية كده اعمل وقفة مع نفسي، وان شاء الله يعني انتوا كمان تعملوا وقفة مع نفسكم. ونفكر كتير جدا جدا في الموضوع اللي انا هتكلم معاكم فيه ده. طبعا كلنا بنشتكي من ولادنا وشقاوتهم، وعفرطتهم وزنهم طول الوقت وفوضى في البيت كلنا يعني بلا استثناء بنشتكي منهم. بس قبل اي حاجة وقبل ما افتح معاكم الموضوع، عايزين نفتكر كلنا الناس اللي ربنا ما رزقهمش بنعمة الاطفال، ندعي لهم ونقول يا رب اللهم ارزقهم بالذرية الصالحة اللهم امين، وتشوفوا حياتهم من غير الاطفال عاملة ازاي قبل اي حاجة، وتحمدوا ربنا على نعمة الاطفال. طبعا انا لو هتسمعوني كده وانا بتكلم هتقولوا دي هادية جدا وما عندهاش اطفال اشقياء. بالعكس، انا ولادي اشقياء جدا، وانا اكتر واحدة ممكن تتعصب من اقل حاجة بيعملوها. بس وقفت مع نفسي كده وفكرت كتير وقلت لازم اشارككم التفكير اللي انا فكرت فيه واخد رأيكم فيه برضه، ولو عجبكم ممكن تعملوا زي ما انا هعمل. مين فينا ما بتشتكيش من اطفالها ومن شقاوتهم ومن الفوضى اللي بيعملوها في البيت؟ مين فينا بتقول انا تعبت، انا زهقت، انا خلاص مش مستحمله؟ كل ما اروق البيت بيبوظ تاني، كل ما انضف بيوسخه تاني. خلاص ما عدتش قادره، خلاص مش مستحمله. كلنا بلا استثناء لساننا فيه الكلام ده طول النهار بسبب اولادنا. طيب قبل اي حاجه برضو عايزين نسأل نفسنا، لو كل واحدة عندها طفل شقي جدا وحركته كتير في البيت وما بيبطلش هبد ولا خبط ولا رزع، تفتكر دايما ان في ناس تانية عندها اطفال مريضة بيتمنوا بس ان هم يحركوا ايد علشان يسقوا نفسهم كوباية مية، بيتمنوا ان هم بس يحركوا رجل علشان يدخلوا الحمام اعزكم الله. دايما نفتكر الناس دي ونقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا رزقنا باطفال بيتحركوا. اللي عندها طفل كمان بيبطلش اسئله طول النهار، يا ماما ده ايه، يا ماما انا عايز كذا، يا ماما ده بيعمل ايه، وتفضلي تجاوبي على الاسئله، والاسئله بتجدد اسئله من تاني، ويفضل يسالك اسئله كتير لحد ما خلاص بيفوت بيكي وتقوله خلاص بقى، وتفضلي تشخطي فيه وتصرخي فيه، انا تعبت، انا زهقت من كتر الاسئله، انت رغاي، انت ما بتبطلش اسئله. افتكر ان في اطفال مولودة ما بتتكلمش، اهاليهم ما سمعوش منهم كلمة ماما، نفسهم بس يتكلموا ويسمعوا كلمة ماما دي منهم. احمد ربنا ساعتها وقول الحمد لله انك عندك طفل بيتكلم، الحمد لله انك عندك طفل يعني بتسمعي منه كلمة ماما وبابا وكل حاجة في الدنيا. والله يا جماعة أنا بقعد مع نفسي كتير بفكر، يعني بقول يعني لا قدر الله لا قدر الله لو حد من ولادي جراله حاجة، لما بيكونوا أشقياء قوي قوي وخلاص أنا تعبت ومش عارفة أعمل معاهم إيه، بقول لو أنا افتقدت حد فيهم هتبقى حياتي عاملة إزاي؟ أكيد طبعا حياتي مش هيكون لها أي ستين لازمة، يعني كلنا بلا استثناء ربنا يخلي لنا أولادنا يا رب ويبارك لنا فيهم. بفضل اقول لا، انا ساعتها هتمنى لو هم معايا ويفضلوا اشقياء ويعملوا كل اللي نفسهم فيه، وانا ساعتها هستحملهم. نقف مع نفسنا ونفكر كتير في الموضوع ده. ولادنا دول نعمة من عند ربنا، لازم نحافظ عليها ولازم نستحملهم، لانهم طبعا هم يعني السن الصغير من اول سنتين لحد بقى وانت طالعة 3 4 لحد كمان يمكن 9 10 سنين بيكونوا لسه اطفال صغيرين. لازم نستحمل شقاوتهم، من يعني لو احنا ما استحملناهمش مين هيستحملهم؟ بالله عليكم بالله عليكم فكروا في الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده. انا قبل منكم بفكر نفسي بيه يعني انا واحده من الناس ما ببطلش شكوى من اولادها، بس حبيت اخد وقفه مع نفسي واخد قرار ان خلاص من النهارده مش هشتكي، بدل ما اشتكي هحاول ادعي لهم، ندعي لهم ونقول يا رب يا رب ارزقنا برهم في حياتنا وبعد مماتنا، يا رب ربيهم بتربية من عندك، اهدلنا اولادنا يا رب، ونفضل طول الوقت ندعي لهم بدل ما نشتكي منهم ونفضل نتكلم. اصل الشكوى مش هتغير حاجة، ضربنا ليهم وان احنا نعنفهم مش هتغير حاجة لانهم مهما كان اطفال. إيه، انا عن نفسي لو ضربت ولادي بعدها بندم جدا جدا وبزعل قوي قوي لانهم لا حول لهم ولا قوه، انت بتضربيهم وهم بيعرفوش يدافعوا عن نفسهم. وكمان بعد ما بضربهم بحس ان هم يعني
هيعملوا ايه؟ دي طاقة ولازم يخرجوها. فدايما نفتكر ان دي نعمة وربنا انعمها علينا، دايما نفتكر ان دي نعمة ربنا انعمها علينا، ومن غيرهم طبعا اكيد حياتنا مش هيكون لها لازمة. ولازم نفتكر على طول ان هما دي مرحلة وهتعدي بيهم، يعني اول لما هيكبروا والدنيا بقى خلاص هتشغلهم في حياتهم، هيتجوزوا وهيسيبونا. ساعتها بس واحنا قاعدين لوحدنا هنفتكر ونقول يعني يا ريت يرجعوا اطفال صغيرين تاني يملوا علينا البيت حركة ودوشة. ساعتها هنكون خلاص كبرنا في السن وقاعدين لوحدنا، ونتمنى ان هم يكونوا اطفال علشان ما تندميش على اللحظة ديت. وتندمي ان انت يعني كان نفسك يرجعوا اطفال تاني ويلعبوا. سيبيهم بقى يلعبوا دلوقتي ويعيشوا حياتهم، وعيشي معاهم ذكريات حلوة يفتكروها لما يكبروا. يفتكروا ان هم كان معاهم ام مرحة بتحبهم، بدل ما تشخط فيهم طول الوقت، لا كانت بتلعب معاهم وكانت معيشاهم الطفولة الجميلة اللي هم يتمنوا يعيشوها. انا اول واحده هحقق الكلام ده من النهارده، هقف مع نفسي واقفه وهحققه من النهارده. فعشان كده عايزاكم انتوا كمان تقفوا مع نفسكم وتفكروا كتير جدا جدا في طبيعه تعاملكم مع اولادكم. لازم كلنا بلا استثناء نحمد ربنا كل وقت وكل صلاة واحنا ساجدين، نشكره على نعمة الأطفال ونستحملهم ونخلي كده صدرنا واسع ليهم، نسمعهم بجد مش عارفة اقول لكم ايه يعني اكتر من كده. مش عايزة اطول عليكم الفيديو، بس انا النهاردة كانت رسالتي واضحة وصريحة. ان انت لو عندك اطفال اشقية بس تذكري ان في اطفال تانية اهاليهم بيتمنوا ان هم يكونوا اشقياء بس ترجع لهم صحتهم. دي بس كانت رسالة بسيطة ليكم النهاردة ولنفسي قبل منكم. وكلنا يا رب يا رب يخلي لنا أولادنا ويبارك فيهم. ودايما يا رب ندعي لهم كده بالهداية. ونكون كده أمهات صالحات نقدر نربهم تربية كويسة. يا رب سبحانه وتعالى يعني اكيد يعني اداك اطفال اشقياء لانه عارف مقدرتك، عارف ان انت هتستحمليهم، عارف ان انت هتحتويهم. فدايما قولي يا رب قدرني على تربية اولادي، يا رب اهديهم من عندك، وجددي نيتك دايما وقولي يا رب اجعل تعبي وتربيتي لاولادي دوت في ميزان حسناتي، ما تخليهوش عبء عليكي، خليه دايما يا جماعة. كلمة الجنة تحت الأقدام الأمهات دي مش بالساهل والله، إن هي يعني مش كل الأمهات اللي هتبقى الجنة تحت أقدامهم طبعا. مش بالشخط ولا بالزعيق ولا بالضرب طول الوقت والنرفزة، ولا إنك تفضلي تربي وتكبري وتقولي تعبت وسهقت، لأ. الجنة تحت أقدام الأمهات دي بالصبر والتحمل، وصبرك عليهم وتعبك معاهم. مش عايزه اطول عليكم، بس هي يا رب تكون رسالتي وصلت النهارده. ويا رب تشيروا الفيديو مع الناس كلها، علشان بجد انا نفسي كل الناس تفكر في الموضوع ده وتعيد تفكيرها فيه. مش عايزه اطول عليكم واسيبكم بقى يا حبايبي في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.